يوم سعيد عليكم. 3 حالات أساسية نتمنى نتخلص من عندها من مقدمات البرامج الصباحية، مقدمي البرامج الصباحية تحديدا، وأيضا بعض المقدمين الآخرين في البرامج السياسية والاقتصادية والرياضية، لكن منتشرة هذه الحالات الثلاثة عند مقدمي ومقدمات البرامج الصباحية. الحالة الأولى عملية المخازر وعبور مقدمة على مقدمة بالسؤال والمداخلات ما بيناتهم حتى تصبح هناك حرب البسوس. طبعا والمخازر يبدي مشتعل من بداية الحلقة إلى نهاية الحلقة، والابتسامة الكاذبة ما بيناتهم واضحة عند المتلقي. هذا الوضوح المتلقي يتلمسه، يتحسس كل روح تخرج إذا ما كانت بإحساس حقيقي. فكيف الحال إذا كانت بابتسامة مرأة لمرأة من مبدأ المرأة عدوة المرأة؟ فهذا المخازر داخل البرنامج والعبور واحدة على الثانية في البرنامج، وعبور المقدم أيضا، غيرة المقدم من المقدمة وغيرة المقدمة من المقدم، هذا يشكل عند المتلقي خلل. هذا وين يقع أو تقع المسؤولية؟ تقع المسؤولية على المعد وعلى المخرج اللي بدا يضبط البرنامج وما عنده السيطرة والإدارة الكافية. طبعا من النوادر أن تجد فريق عمل مقدمات برنامج لصباحي مثلا 4 5 2 مش صافيات ومش صالحات، فتشوف دائما هناك انهم مشتعل بيناتهم. فهذا داخل البرنامج. كيف الحال خارج البرنامج وبالكواليس؟ هذه حالة. الحالة الثانية والمهمة، هذه الإشارة هي أما اقتباس هلالين أو قوسين، أما اقتباس أو تمييز، أو على سبيل المثال مفردة أعجمية استخدمتها فأضعها ما بين القوسين، وهذا القوسين أشرنا بهذه الحركة. مقدماتنا ومقدمين اليوم صايرين يتمركزون على مدى اليوم بهذه الحركة. كل ما تشوف كلمتين 3 إذا يقول صباح الخير يسوي هيك، صباح النور يسوي هيك، كيف الحال يسوي هيك، إلى اللقاء يسوي هيك. وبالنهاية هذه الحركة تكون إيماء خطأ بعدم توافق النص مع الإشارة. النقطة الثالثة والأخيرة، وأتمنى ما طولنا عليكم، لكن النقطة المهمة، هناك كلمات تخرج من مقدم البرنامج. تحياتنا، أنت توزع تحيات داخل البرنامج ليش؟ وهذه كوبي بيست من مقدم إلى آخر. يقول طبعا، يقول صحيح لضيف تحدث بجواب معين، يقول ممتاز، أحسنت. على أي شنو أحسنت؟ أنت فقط تسمع الجواب، المتلقي هو اللي يحدد الامتياز بالجواب من عدمه. أما جماعة الأكيد فيبدي البرنامج وياي بالبرامج الصباحية أكيد صباح الخير، وأكيد إحنا وياكم راح نروح إلى الفقرة الفلانية، وأكيد راح نشوف اليوم فقرة الرياضة، وأكيد اليوم مطر، وأكيد اليوم صحو، وتخلصها ويانا من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج أكيد بأكيد، وأكيد في الله.